السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة جاية علشان أقول لكم من أهم الأسئلة اللي موجودة عندنا للصف الثاني الإعدادي، وهو أسئلة طبعا بما تفسر. السؤال بيقول لي ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بقارة آسيا في عام 2025، وده طبعا بسبب ارتفاع معدل المواليد وانخفاض معدل الوفيات. طيب، استمرار انخفاض معدل المواليد في قارة أوروبا في الآونة الأخيرة عن المعدل العالمي. قال لي طبعا ان عارفين ان احنا يا ولاد في قارة اوروبا عندنا اللي بيحصل ايه. عارفين طبعا ان عندنا في قارة اوروبا ان التأخر سن الزواج، عندهم ارتفاع مستوى في التعليم، عندهم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وطبعا ان هناك الناس في اوروبا بيفضلوا الاسر اللي هي صغيرة العدد، عشان كده عندهم مواليد منخفضة باستمرار. رقم 3، ارتفاع معدل الوفيات بقارة أوروبا عن المعدل العالمي 2025. طبعا الكلام ده علشان عندهم نسبة كبار السن مرتفعة جدا، نسبة كبار السن مرتفعة، فبالتالي ده بيزود لي ارتفاع في معدلات الوفيات. طيب بعد كده بيقول لي اتسمت معدلات الزيادة الطبيعية بالسالب في قارة أوروبا. احنا عارفين ان قارة أوروبا لسه قايلين ان هي فيها انخفاض في عدد المواليد وارتفاع فيها معدلات الوفيات، فطبعا الإجابة هي السؤال جاوب نفسه، هي ليه بالسالب؟ علشان أنا عندي ارتفاع في معدل الوفيات عن معدل المواليد، يعني معدل المواليد قليل والوفيات عندي كتيرة جدا. طيب رقم 5، هجرة السكان لقارة آسيا خصوصا لدول الخليج العربي. هم ليه بيروحوا دول الخليج العربي بالذات؟ علشان هناك في فرص عمل في دول الخليج العربي، فاللي بيبقى محتاج يشتغل أو عايز يدور على شغل أو كده فبيحاول يهاجر إلى دول الخليج العربي. وطبعا خصوصا قلنا قبل كده من قارة إفريقيا بيروحوا لها من الصومال وإثيوبيا، بيروحوا لدول الخليج العربي عشان يبحثوا عن عمل. رقم 6 بيقول لي تزايد عدد سكان قارة آسيا بسرعة أكبر من قارة عدد أوروبا. طبعا قارة آسيا المعروفة طبعا معروفة بأن هي فيها معدل زيادة طبيعية مرتفع، بينما قارة أوروبا فهي زي ما احنا لسه قايلين أن المعدل الزيادة الطبيعية اللي فيها منخفض، عشان كده أصبح بالسالب. طيب رقم 7، تؤثر الهجرة بشكل كبير على النمو السكاني في قارة أوروبا. طيب احنا لسه قايلين دلوقتي ان انا عندي أوروبا فيها انخفاض في معدل المواليد وارتفاع في معدل الوفيات، فطبعا في الزيادة بتاعتهم في القارة قليلة جدا، فلما يروح لهم ناس جديدة من دول أخرى أو من قارات أخرى ده هيعوض الناقص اللي موجود عندهم في عدد السكان. يبقى نقول له الإجابة ليه؟ لأن الهجرة الوافدة تعوض تناقص عدد السكان الناتج عن انخفاض معدل المواليد وطبعا ارتفاع معدل الوفيات. طيب، تعد قارة أوروبا من القارات الجاذبة للمهاجرين من مختلف دول العالم. اشمعنى أوروبا يا ولاد هي اللي بتجذب الناس؟ عشان هناك في فرص عمل كتير، ما احنا قلنا ما عندهمش شباب كتير اصلا، فبالتالي عندهم فرص كتير جدا للعمل. عندهم عوامل الامن للاجئين، يعني اللي بيروح هناك بيبقى متأمن، ما بيتعرضش لأي أذى، ما بيتعرضش لمشاكل. رقم 3، عندهم فرص تعليمية بحثية. طيب بعد كده عندي الجزر اللي هي كثافتهم مرتفعة، هي جزيرة جاوا وجزر اليابان. اوعوا تنسوا الجزر اللي المساحات كثافة السكانية بتاعتهم كثافة مرتفعة هي جزيرة جاوا وجزر اليابان. طيب اشمعنى الجزيرتين دول؟ علشان هم فيهم تربة خصبة، جزيرة جاوا وجزر اليابان فيهم تربة خصبة، اوعوا ننسى السؤال ده. بعد كده بيقول لي يقل عدد السكان في المناطق الشمالية بقارة آسيا وأوروبا أو سهول سيبيريا وسهول وشبه جزيرة اسكندنافيا. الجماعة دول كلهم أو المجموعة دول كلهم سواء المناطق الشمالية أو سهول سيبيريا أو شبه جزيرة اسكندنافيا فدي بيقل فيها عدد السكان. طيب ليه يا مس بيقل فيها عدد السكان؟ عشان عندي هناك في المناطق دي برودة شديدة جدا،
برودة، يعني الطقس هناك سيء ان حد يقدر يتحمله، ما بيقدرش يتحملوه فمش بيعيشوا في الناس كتير. رقم 2 تربة متجمدة طوال العام، يعني لا هيعرفوا يزرعوا ولا هيعرفوا يحصدوا ولا هيعرفوا يعملوا اي حاجة. رقم 3 صعوبة المواصلات، يعني المواصلات صعبة، ما فيش مواصلات اصلا تقدر تتنقل من المكان ده توديك لمكان اخر او العكس. رقم 11 قلة عدد السكان كمان في مناطق الجبلية والهضبية بقارة آسيا وأوروبا. هو مين يقدر يعيش في مناطق الجبال والهضاب؟ يعني حبة قليلة، قلة قليلة اللي يقدروا يعيشوا كده هم. فهقول له السبب ايه؟ بسبب وجود التضاريس الوعرة والتربة الفقيرة، برضو نفس الوضع، لا هيقدروا يزرعوا ولا هيقدروا يحصدوا، وبالتالي مش هيلاقوا الطعام بتاعهم فمش بيعيشوا هناك كتير. رقم 12 بيقول لي تعتبر شبه الجزيرة العربية هي كمان من المناطق المنخفضة والنادرة، طبعا عشان هي من المناطق الصحراوية اللي يسود بها الجفاف وندرة المياه والتربة الفقيرة. بعد كده بيقول لي الجهود اللي عملوها علشان يواجهوا المشكلة السكانية في آسيا وأوروبا. قلنا ان احنا عملنا الجهود دي ليه قبل كده؟ علشان ده بيحقق لي التوازن ما بين النمو السكاني والموارد الموجودة عندهم في القارة، وطبعا هيحسنني من خصائص السكان وده هيحقق لي التنمية المستدامة. بعد كده بيقول لي ارتفاع نسبة الذكور في دول الخليج العربي مقارنة بنسبة الإناث. أكيد احنا قلنا إن هم بيهاجروا لدول الخليج العربي علشان يدوروا عن فرص عمل، فبالأكيد إن الذكور هم اللي بيهاجروا عشان يبحثوا عن فرص عمل، لكن مش الإناث هم اللي هاجروا. فطبعا ارتفعت نسبة الذكور في الخليج العربي عن الإناث عشان هم بيبحثوا عن الهجرة للعمل، هم بيدوروا عن عمل عشان كده بيسافروا للخليج العربي. رقم 15 عارفين ان الهرم السكاني القاعدة بتاعته تتسم بالضيق. ليه تتسم بالضيق؟ عشان احنا لسه قايلين من شوية ان احنا عندنا انخفاض في معدل المواليد. طيب دراسة السكان، خصائص السكان دي ليها أهمية كبيرة. بتساعدنا في إيه دراسة خصائص السكان؟ طبعا هي عامل مهم جدا في تقدم أو تأخر الدول، بتعتبر بوصلة بتوجه مسؤول التخطيط وصناع القرار لبناء المجتمع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عشان أدرس خصائص السكان أعرف الدولة بتاعتي أو القارة بتاعتي السكان بتوعها عددهم قد إيه، اعرف ايه اللي الدولة محتاجاه علشان اقدر انمي بيها والبي احتياجات السكان، اقدر احدد بقى المسؤولين بتوعنا يحددوا بقى الحاجات اللي هم محتاجينها علشان يبنوا مجتمع سليم، يبنوا مجتمع اقتصادي قوي. يبقى دراسة خصائص السكان ليها اهمية كبيرة. ليه؟ لان هي عامل مهم في تقدم او تأخر الدول. طيب بيقول لي ان نسبة الذكور اللي في قارة اوروبا منخفضة او نسبة الاناث مرتفعة عن نسبة الذكور في قارة اوروبا. طيب ليه اللي حصل؟ قال لي علشان احنا قلنا قبل كده يا ولاد ان انا عندي اوروبا كانت مشغولة في حرب اسمها الحرب العالمية التانية. طيب الحرب العالمية التانية طبيعي ناس داخلة حرب هيحصل ايه؟ اكيد في عدد كبير جدا منهم هيموت. فبالتالي الإجابة بتاعتي بسبب انخراط دول أوروبا في الحرب العالمية التانية مما أفقدها الكثير من الشباب الذكور. طيب بعد كده بيقول لي انخفاض نسبة صغار السن في قارة أوروبا عن آسيا، طبعا عشان عندي معدلات مواليد منخفضة مقارنة بآسيا، إن آسيا معدلات المواليد بتاعتها مش منخفضة. طيب عدد الأطفال في قارة آسيا 10 أضعاف قارة أوروبا. ليه آسيا مليانة أطفال كتير أوي كده 10 أضعاف أوروبا؟ عشان أنا عندي الناس في آسيا بيحبوا يتجوزوا الجواز المبكر، بيتجوزوا بدري، بيحبوا يجيبوا أطفال كتير جدا، عندهم شريحة الشباب كتيرة، ما هم في أطفال كتير والأطفال دول بيكبروا بيبقوا شباب، فبالتالي بيبقى عندهم وفرة في شريحة الشباب. ظهور مصطلح الاقتصاد الفضي بقارتي آسيا وأوروبا. الكلام ده ليه ظهر مصطلح الاقتصاد الفضي؟ قال لي ان الاقتصاد الفضي ده ظهر علشان ايه؟ علشان ده بسبب ارتفاع نسبة كبار السن، وان دول اسيا واوروبا بقى بتحاول توفر لهم خدمات. يعني انا عندي كبار السن مش عشان هم كبار السن انا استهين بيهم او اتركهم كده، لا، انا لازم اسيا واوروبا كانوا بيهتموا بيهم فوفروا لهم خدمات وكانوا بيستعينوا بالتكنولوجيا لتوفير احتياجاتهم. طيب بعد كده بيقول لي ان بعض دول اسيا بتعاني من انتشار الامراض. احنا عارفين ان قارة اسيا فيها العديد من الامراض زي مرض الفقر
بسبب الفقر طبعا وسوء التغذية وضعف البنية التحتية الصحية والحروب والصراعات. يبقى أنا عندي آسيا ليه بتعاني من الأمراض؟ عشان عندهم فقر، الفقر منتشر، ما هو في عندنا ناس كتير عايشين في آسيا، فبالتالي طبعا بيعملوا ضغط على الخدمات، بيعملوا ضغط على كل حاجة في الدولة، فده أدى إلى انتشار الفقر وسوء التغذية، وكمان أدى إلى ضعف البنية التحتية الصحية. الضغط كتير جدا على المستشفيات مش قادرة تستوعب الكميات اللي بيروحوا لها في آسيا بسبب كثرة طبعا الناس اللي فيها. بعد كده عندي الحروب والصراعات، في بقى بعض دول آسيا فيها حروب ومشاكل كتير. طبعا الحرب ما بتجيبش إلا الفقر والتلوث، الحرب ما بتجيبش إلا الفقر والتلوث. طيب بعد كده بيقول لي تشجيع قارة أوروبا تشجع قارة أوروبا مواطنيها على زيادة عدد المواليد. ليه يا أوروبا بتشجع مواطنيك؟ عشان تحاول تعوض الناقص بتاعها من السكان، أو عشان الزيادة الطبيعية عندها بالسالب، فهي ده يعني طالما بالسالب يعني في إلا في عدد السكان. طيب انت هتشجعهم ليه؟ عشان نحاول نعوض الفاقد بتاع قلة عدد السكان. طيب تتمتع آسيا بثراء لغوي هائل. احنا عارفين ان قارة آسيا يا ولاد فيها ثلث اجمالي لغات العالم، فيها لغات كتير جدا. طيب آسيا ما بتمر او بتعيش بالمرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي. ليه نظرية التحول الديموغرافي المرحلة الثالثة بتتسم بإيه؟ بتتسم بانخفاض مستمر في معدل الوفيات، وطبعا انخفاض في معدل المواليد. يبقى المرحلة الثالثة من نظرية التحول الديموغرافي يعني انخفاض في معدل المواليد وانخفاض في معدل الوفيات. عندي بقى بعض الدول الأوروبية اللي حاولت تحل مشكلة ارتفاع زيادة عدد كبار السن عندها، زي فرنسا. عملت ايه؟ فرنسا قامت برفع سن التقاعد تدريجيا. طيب عملت كده ليه فرنسا؟ قالت علشان أواجه تحديات زيادة عدد السكان وانخفاض معدلات المواليد. طيب ما أنا ما عنديش مواليد، فبالتالي الشباب قليلين، مين بقى اللي هيشتغل عندي؟ اللي هم كبار السن اللي حاليا متوفرين قدامي. فانا ازود في السن بتاع المعاش بتاعهم بحيث ان هم يدوا اكبر طاقة عندهم للعمل، يشتغلوا اكبر فترة، علشان طبعا عجلة الانتاج بتاعة الدولة ما تعطلش ما تقفش. طيب عندي دولة باكستان الشرقية، الدولة دي انفصلت عن باكستان نفسها. ليه؟ علشان باكستان قامت بفرض اللغة الأردية، ودي مهمة جدا، كلغة رسمية في الجزء الشرقي منها. فبالتالي الجزء الشرقي ده ما اعترض على فرض اللغة دي، ما عجبهوش الوضع فقام بالانفصال عن دولة باكستان. رقم 27 حرص دولة قارتي أوروبا وآسيا على المشاركة في المبادرات الصحة العالمية. طب عملوا إيه؟ أو هم بيشاركوا في المبادرات دي ليه يا ولاد؟ عشان تعزز القدرات العالمية للوقاية من الأوبئة والكشف عنها. طيب واللي عايز الملزمة بتاعتنا يبعت لنا رسالة أو يسيب كومنت واحنا هنتواصل معاه، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق. وكل يوم او كل مثلا الفترة الأخيرة دي لحد الامتحان ان شاء الله كل يوم هننزل فيديو جديد بأهم الأسئلة في كل وحدة، بأهم الأسئلة على كل وحدة. وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ولادنا اللي في الصف الثاني الإعدادي. مع السلامة.